اهلا بيكم مره تانية. عايز ارحب بضيفي في الاول الاعلامي الكبير، كبير اعلامي القناه الرابعه في الاسماعيليه، ودكتور العلوم السياسيه دكتور عامر فوزي. اهلا ومرحبا بك يا دكتور. اهلا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، صراع كبير قوي ما بين الاعلام وبين السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مليانه منصات كتير، يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، مليانه محتويات مختلفه، ولكن مع ذلك الناس برضو لسه بتقرب شويه من الاعلام. تفتكر يعني ليه الناس بتحب السوشيال ميديا اكتر، ومع ذلك برضو في جزء لسه محافظ على ان هو يركز مع الاعلام؟ يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد الاول ان انا موجود معاكم في البودكاست الجميل ده مع مجموعه العمل المتميزه دي. ربنا يخليك. اللي بتشرف ان انا موجود في وسطيكم النهارده. طبعا كل الناس لمسه التغير اللي حصل في الكام سنه اللي فاتوا في توجهات الناس نفسها. بنشوف اهتمام فعلا بوسائل الاعلام الجديده. زي اي حاجه جديده الناس بتجري عليها. دايما خاصة بنلاقي الشباب هم اللي بيقبلوا على هذه الوسيلة. وسائل الإعلام كتير في الفترة الأخيرة، تمام، مع عصر السماوات المفتوحة، مع الدش ووسائل التواصل الاجتماعي والكلام ده كله. بقى فيه مساحات كبيرة انك انت تقدر تستقي المعلومة بتاعتك من اي قطاع من هذه القطاعات. طبعا كلنا بنحب نجرب، فهتلاقي غالبية الشباب هو اللي دايما موجود على المنصات دي وموجود على الحاجات دي، بحيث ان هو بيحب كل جديد. لكن الناس القديمة اللي زي حالتنا هتلاقيها بترجع تاني للتلفزيون. لان هم اتعودوا ان هم بيستقوا المعلومات الصادقة الحقيقية بتاعتهم من وسيلة الإعلام الحكومية الرسمية بتاعتهم. صحيح. اللي هي تعتبر في الدولة رسمية. يعني لو قلنا مثلا زي الجرايد كده، الجرايد الرسمية المعروفة في جمهورية مصر العربية المعتمدة كلها، اللي الناس كلها بتجري عليها يوميا. هنقول النهاردة ما عادش في حد بيقرأ جرايد. صحيح. لا، كله بيخش على النت ويجيب نفس الجرايد برضو وياخد نفس الأخبار منها. بتلاقي مثلا لو انت بتقول لباباك مثلا في البيت او لمامتك ده في خبر بيقول كذا، ممكن ترد عليك تقولك جبت الخبر منين؟ صحيح. وتشوف المصدر، انت جايبه من مصدر حاجة موثوقة يعني، ولا موثوق فيها معروفة يعني الناس كلها عارفاها، ولا انت جبت المعلومة كده طايرة من اي مصدر. فلما بنيجي ندور على المصداقية هتلاقي نفسك بترجع اوتوماتيك لوسائل اعلام رسمية. عشان ايه؟ عشان اخد المصداقية. اما لو انا همشي ورا معلومة طايرة او حاجة طايرة، بتلاقي بعديها بيوم او 2 نازل لها تكذيب. تمام، لا المعلومة دي مش صحيحة. صحيح. لا المعلومة دي مفتعلة. والنهاردة مع وسائل الإعلام الجديدة بدأنا نلاقي كل واحد معاه موبايل، ماشي بالموبايل ونازل بيه في الشارع وبيصور في الشارع. ويقول كل اللي هو عايزه بطريقته هو، بأسلوبه هو، باللي هو عايز يقوله، اللي هو شايفه حقيقة من وجهة نظره. صحيح. في حين ان هو لو قلنا مثلا هيجي يستقي المعلومة بتاعته دي من مسؤول مثلا، هل في مسؤول هيرضى يقف يسجل معاه؟ لا طبعا. مش هيرضى طبعا. ليه؟ لانه غير رسمي. فبالتالي انت المعلومه بتاعتك انت شفت حاجه فبتقول ده حصل كذا. انت اللي بتقول. لكن مدى صحه هذه المعلومه انت ما تعرفش. بس يا دكتور برضو عايز اقول لحضرتك انه الاعلام دلوقتي انا شايف انه العلاقه، ودي وجهه نظري برضو عايز راي حضرتك فيها، انه الاعلام بقى هو والسوشيال ميديا في علاقه بينهم تكامليه شويه. زي مثلا بنشوف انه اللي بيطلع ترند على السوشيال ميديا فورا الاعلام بيتجه ان هو يجيبه، فيبتدي يخش في حته ان احنا بنلمع الناس دي. يعني بنشوف امثله كتيره مثلا، يعني من اللي هم صناع المحتوى ايا كان بقى المحتوى اللي بيقدموا ايه، طلع ترند فيبتدي برامج ما معروف عندنا هنا في مصر تبتدي ان هي تجيبه وتصور معاه فيكتسب شهرة اكتر. الكلام ده حقيقي؟ هل هي علاقه تكامليه فعلا؟ يعني دلوقتي السوشيال ميديا هي اللي بقت تشد الاعلام مش العكس؟ لا، انت دلوقتي وجهة النظر اللي انت بتقولها انا هختلف معاها تماما. ليه بقى؟ الاعلام اللي انت بتتكلم عليه ده او الاعلام اللي غالبية الناس بتتكلم عليه لازم نفرق بين حاجتين. في حاجة اسمها اعلام حكومي، اعلام الدولة. اعلام الدولة ده المصداقية موجودة فيه وما ينفعش يكذب، لانه عنده حاجة اسمها ميثاق شرف اعلامي هو شغال بيها، فبالتالي ما ينفعش يقول لك حاجة مش حقيقية. ما ينفعش يثير فتن او يثير اي حاجة ما بين طوائف المجتمع المختلفة. ما ينفعش يثير بلبلة في اي موضوع ايا من كان. ده الاعلام الحكومي. فبالتالي ما ينفعش ان انا اجيب اي واحد عمل ترند ما ينفعش اطلعه عندي برنامج، الا لو عمل ترند لصالح الدولة كمثال، او عمل ترند حاجة فادت الناس. خدت بالك؟ تمام. كمثال مثلا
الراجل اللي خد عربيته بتاع التريلا اللي كانت فيها بنزين محمله بالبنزين وجري بيها بره ترمبه البنزين عشان كانت مولعه. ده انا كاعلامي في التلفزيون الحكومي يحق لي ان انا اجيبه لو انقله من الوسائل الاعلام زي ما انت قلت، لان هو صور في ساعتها وهو واقف بالموبايل صور في ساعتها او عمل اي رياكشن سريع بحيث ان هو سجل الواقعه دي صوت وصوره. فانا باخد الواقعه دي يحق لي ان انا اخدها منه. ليه؟ لان الواقعه دي مش واقعه شخصيه، لا دي واقعه تهم المجتمع كله. ده واحد عمل بطولي ضحى بحياته عشان المجتمع كله. تمام. لكن واحده طالعه بتقول قصه الشعر كذا 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 كذا، وواحده تانية طالعه بتقول هنطبخ كذا، والثالثه بتقول ما اعرفش الموضه بتقول ايه والكلام ده. انا كاعلام حكومي ما ينفعش انا اطلع الكلام ده خالص. بس برضو يعني في مأخذ دايما بيتاخد على الحته دي، انه هو لو احنا بنتهم السوشيال ميديا بالتفاهه او بنتهمها ان هي بتصدر لنا حاجات يعني مش صحيحه، حاجات مكذوبه، بس برضو الاعلام سواء كان حكومي او خاص فهو بيكون ممول، يعني موجه. يعني ممكن يكون مثلا الاعلام اللي بيتكلم مثلا او الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه كمحطه حكوميه هي بتجيب الجانب الايجابي فقط، ما بتركزش على الجانب السلبي. لو هتكلم على القطاع الخاص، اعلام القطاع الخاص اللي حضرتك يعني كنت هتدخل فيه دلوقتي، فهو بيمولوا رؤوس اموال، فرؤوس الاموال انا حطيت جنيه عايز 10 هاتها لي باي طريقه. فاصبح ان انا دلوقتي لو انا بتهم السوشيال ميديا ان هي بتفسد المجتمع، طب ما هو نفس الاتهام موجه للاعلام ان هو ممكن يكون موجه سواء من حكومه سواء من رؤوس اموال. طيب احنا لازم نفرق بين حاجتين. اولا الاعلام الخاص هو مدفوع الاجر، بمعنى سيادتك قاعد دلوقتي بتقدم حلقه بتاخد المقابل بتاعها فلوس. تمام. لو مش هتاخد فلوس مش هتيجي تقعد القعده دي ومش هتيجي تقدم الحلقه دي. تمام. انا ضيف باخد مقابل لجايتي ليك. صحيح. عربيه بتجيبني وعربيه بتوديني وبتديني فلوس عشان انا اجي اطلع معاك في البرنامج. ده الاعلام الخاص. الاعلام الحكومي مفيش الكلام ده نهائي. مفيش عربيه حتى تجيب الضيف. تمام. وانت جربت وجيت معانا في التلفزيون وشفت. تمام. انت بتيجي اعلام الدوله بتاعك بيعبر عنك، بيعبر عن صوتك، بيعبر عن المجتمع اللي انت عايش فيه مجانا بلا مقابل. طب ليه ما حدش بيتفرج عليه يا دكتور؟ ليه المشاهدات عليه يعني مش زي الاعلام الخاص؟ اقول لك ليه. اولا وسائل الابهار، الامكانيات. انت النهارده معاك فلوس، حلقه زي دي مثلا عشان نعملها في قناه خاصه لو هتتكلف مليون جنيه صحيح مش هتفرق مع حد. ليه؟ لان هو عنده شركات بتغطي وعنده اعلانات وعنده الكلام ده، فمطمن وعامل لها التسويق بتاعها وعامل لها الدعايه بتاعتها. تمام. بالاضافه لان هو جايب ضيف الناس عايزاه. تمام. هيتكلم في حاجات بقى باللي تهم ايا كان ايه المحتوى، بس في حاجات بقى من اللي انت عارفها السهله الخفيفه البتاع كلام عام كده، اي حاجه في اي حاجه، وهنطلع نضحك مع بعض شويه وبتاع. الناس عايزه دي. هتجيب فنان مشهور، هتجيب مثلا نجم كبير. تمام. هو بيبقى مسوق الحلقه لوحده. تمام. انا كاعلام حكومي انا مش محتاج الكلام ده خالص. ليه؟ لان الهدف ما بين القنوات الخاصه والاعلام الحكومي شتان ما بين الاثنين في اتجاهين مختلفين. الاعلام الحكومي هدفه رقم 1 هدف تنموي، توعوي، تنموي، خدمي. ده الاعلام الحكومي. الناحيه الثانيه في الاعلام الخاص مفيش اي حاجه من الكلام بس برضو يا دكتور يعني برضو خلينا نتكلم في نقطه. حضرتك قلت هدفه تنموي خدمي. طيب هدفه ده هل هو بيحققه ولا هي مجرد يعني عنوان؟ ما هو برضو لما انا ابقى عندي محطات بيتصرف عليها ايا كان ايه الفلوس، طبعا مش زي القطاع الخاص، لكن لما يبقى مفيش اقبال عليها يبقى هو محققش هدفه. خاصه ان برضو لما يعني، ودي الحته اللي احنا كجيل بقى بتاعنا، الجيل بتاع حضرتك مختلف تماما، انما الجيل بتاعنا هو مش هيخش على القنوات الحكوميه، مش هيخش على يعني الحاجات دي الا لو في حد هو عارفه مثلا زميله او صاحبه فبيخش بالزبط. يتفرج. فما بقاش يخش لانه زي ما قلت لحضرتك النقطه بقى اللي اتكلمت فيها في الاول، انه بيشعر ان الاعلام ما بيكلموش هو، ما بيخاطبوش هو بيتكلم في حاجه تانية بعيده عنه، مش اللي هو عايز يسمعه. او حتى مثلا هو لو عاوز يعني يتثقف او يتنور هو ما بيروحش للقناه المحليه. نرجع بقى لسبب النقطه دي من وجهه نظري برضو، هي مساله يعني مش عايز اقول المصداقيه، لكن هل هو فعلا يعني بيتكلم عن مشاكل الناس بجد، ولا هو مجرد مثلا ان فلان الفلاني المسؤول فلاني صرح تصريح فانا لازم اقول للناس التصريح ده؟
يعني انا شايف ان هو ممكن يكون حتى ما بيقدمش محتوى يشد الناس. طيب انا يعني انا بشوف ان هو لو تصريح مثلا لفلان او بحد مسؤول حكومي، الناس ما بقتش مهتمه ان هي تسمع ده. الناس مهتمه بحاجه مش هقول تشد انتباهها، بس حاجه تمس حياتها اليوميه. طيب انا لو قلت لك مثلا برنامج من البرامج اللي كانت انا بعملها، والبرنامج على اليوتيوب موجود كله على القنوات بتاعتي، اتفرجت عليه، اسمه مروريات. مروريات ده معني بكل جديد في ما يخص قانون المرور وصيانة العربيات والتراخيص بتاعتها. أول برنامج على شاشة تلفزيون جمهورية مصر العربية معني بالعربيات والتراخيص بتاعتها، قبل ما يطلع أي حاجة في صباح الخير يا مصر، وقبل ما يطلع أي حاجة في أي قناة من قنوات التلفزيون من سنة 93. تمام. بيتكلم عن إيه؟ كل حاجة تخص العربية، إزاي تعمل صيانة للعربية، ازاي توديها التوكيل امتى، ازاي تطلع رخصه، الاوراق والمستندات المطلوبه للرخصه. الكلام ده يهمك ويهم باباك ويهم مامتك ويهم اخوك ويهم اختك، يهم كل واحد عايز يسوق، سواء يسوق مكنه او يسوق تاكسي او يسوق موتوسيكل او يسوق عربيه او يسوق اي حاجه. صح؟ صحيح. يبقى سوري في اللفظ، انت مضطر انك انت لما يجي البرنامج قدامك هيشدك. انا بديها لك كتلفزيون حكومي مجانا. التلفزيون التاني او القنوات الاعلاميه التانيه لازم يبقى لها فلوس عشان يعرض عليك حاجه زي كده، فبالتالي مش هيعرض عليك حاجه زي كده لان مفيش حد هيهتم ان هو يعرض حاجه زي كده، لان سوري في اللفظ حياتك ما تهموش. لكن انا كتلفزيون دوله، انا كتلفزيون حكومي، انا موجه للمواطن، لخدمه المواطن. تمام. فانا بعرض كل حاجه تهم المواطن. تمام. بلاش اقول لك حاجه تانيه، انا في احد البرامج عندي، والبرنامج ده موجود صوت وصوره على اليوتيوب. تمام. اكتب بس عمرو فوزي وجامعه السويس. جامعه السويس دي الحمد لله الحمد لله ربنا جعل العبد الله اللي قاعد قدامك ده سبب من ضمن اسباب انشاء هذه الجامعه من الابره للصاروخ، واقتراح مجموعه من الكليات فيها. تمام. امتى؟ في وقت ما فيش مسؤول فيه يجرؤ يمضي ورقه، ايده بتترعش وهو بيمضي. كان امتى بالظبط؟ في يوم 19 يناير 2011 في لقاء الساعة 11 بالليل مع السيد الوزير محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس. طلبت منه تحقيق حلم أهالي السويس نعمل لهم جمعة بمناسبة العيد القومي يوم 24، وأنا بسجل سهرة خاصة عن العيد القومي لمحافظة السويس. فطلبت منه تخصيص قطعة أرض لأهالينا في السويس لإنشاء جامعة جديدة، وأنا اللي أطلقت اسمها، يبقى اسمها جامعة السويس. جامعة كاملة بجميع كلياتها، فيها كليات كتير جدا فعلا. تمام. عندهم اعلام واقتصاد. سيادتك تقدر تقول لي دلوقتي جامعة السويس فيها كم طالب؟ معلومات لا طبعا. انا مذيع في تلفزيون في قناة اقليمية في القناة الرابعة في اسماعيلية، موجودة على الدش، بتتشاف في الدنيا كلها. تمام. لكن في الاخر قناة اقليمية. سيادتك هتقول لي اصل ما حدش بيشوفها. طب انا اقول لي لسيادتك، انا معايا برنامج 3 وزراء على الهوا بالتليفون، ومعايا في الاستديو رئيس جامعة قناة السويس. تمام. اللي هي معنية بجامعة السويس أحد فروعها اللي المفروض تنفصل وتبقى جامعة كاملة، وأنا اقترحت إن هي تبقى جامعة كاملة واستكمال باقي النصاب القانوني لعدد الكليات المطلوبة. تمام. هل تتوقع إن قناة إقليمية، قناة من القنوات اللي أنت بتتكلم عليها دي بفلوس، هتعمل لك جامعة عشان ننور شبابنا ونعلم ولادنا ونعمل الكلام ده؟ لا، هي هتعمل جامعة قطاع خاص عشان خاطر تدخل بيزنس بس كده. فمين اللي يقول الكلام ده؟ مين اللي هيدور على مصلحتك كمواطن؟ التلفزيون المحلي او التلفزيون الاقليمي او التلفزيون الحكومي. حينما كان وراك وزير، لو حصل اي حاجة من اي محافظ بيرفع سماعة التليفون ويكلم المحافظ يقول له تعليمات الرئيس، وراك حد بيسندك. لو اصطدمت، لو عرضت مشكلة، لو اصطدمت مع اي مسؤول، مع اي مسؤول بتاعك اللي وزير بمعنى كلمة وزير بيسندك لو حصل اي حاجة. تمام. صحيح. كنت بتطلع ما بتبقاش خايف، عارف ان وراك، عارف حد هيحميك، لان انت بتعمل لمصلحة البلد، ما بتعملش حاجة تانية. انت ما بتعملش حاجة غلط. طب بالنسبة للقطاع الخاص يا دكتور عمرو في مسألة الإعلام، أنا لسه قلت لحضرتك إنه فقد المصداقية بتاعته، وسألت حضرتك إنه ما عادش فيه إعلامي الناس بتتفرج عليه. ليه الإعلام الخاص؟ مع إنه في البداية أعتقد ما كانش كده. في البداية كان يعني في نوع من أنواع الثقة عند بعض المذيعين، نسمع فلان فلان ده بيتكلم صح، ده فلان مش عارف إيه. لكن دلوقتي أصبح الموضوع خلاص، يعني الناس حتى ما عادتش عايزة تسمعهم، تسمع فلان في التلفزيون يقول لك يا عم ده مش عارف إيه.
ايه اللي حصل؟ اقول لك اللي حصل ان هي عباره عن قشره. انت شفت الشياكه بتاعتها من بره، شفت الشكل بتاعها من بره، اتشدت ليها، بهرك بالكاميرات وبالامكانيات وبالشغل الديجيتال وبالحاجات اللي هم بيعملوها، شدك للقنوات دي. تمام. وبدأ يبثلك اللي هو عايزه، وعايز تشوف الدور السلبي للناس دي. سبب من ضمن الأسباب الدمار اللي حصل فيما بعد الثورة هي القنوات دي. ليه؟ لأن كل واحد قنوات فيهم القطاع الخاص كلها، ما بقولش قناة تحديد، كلها. ليه؟ لأن كل قناة كانت بتشتغل بتعليمات من رئيس مجلس الإدارة بتاعها، اللي هو هدفه اللي سيادتك قلت عليه في بداية اللقاء، إن هو يحقق أعلى نسبة مشاهدة وأعلى دخل من الإعلانات للقنوات بتاعته. بالإضافة لأن هو عنده سياسة خاصة بيه هو كرجل أعمال وكمستثمر، عنده مصانع، عنده إمكانيات، عنده أراضي، عنده حاجات بتاعته، عايز يزود الاستثمارات بتاعته، عايز يزود الحاجات يعني بتاعته. أشخاص زي مين مثلا؟ كتير. كل اللي كان موجود في الفترة دي كلها، ما ينفعش نحدد أسماء. كله، ما أنا ما بستثنيش حد، بدليل إنك أنت النهاردة كلهم فقدوا مصداقيتهم. وعايز تتأكد من صحة كلامي، هات اللقاءات بتاعتهم أثناء الثورة وما قبل الثورة، هتلاقي الكل كان مع مبارك. ما قبل ثورة يناير كله كان مع مبارك، وفي بعض الإعلاميين كنت تتفرج كده على صور وهو بيوطي على إيد صفوت بيه الشريف وبيبوسها. تمام. أو بيوطي على إيد جمال وعلاء مبارك ولاد الرئيس. تمام. طبعا إحنا كإعلاميين يعني عارف أنت، ما ينفعش إن إحنا نقلل من قيمة أي حد أي من كان. تمام. هو رئيس دولة، هو رئيس دولة. أنا شغال موظف في الحكومة، بقبض مرتبي آخر الشهر من الحكومة. اللي هي مين الحكومة؟ اللي هي رئيسها اللي أنا المفروض أشتم فيه. ينفع أشتم فيه؟ ما ينفعش. بس هي دي يعني المفروض إن يعني يبقى فيه نوع من أنواع الحيادية برضو شوية في الإعلام. ماشي يعني. ما هو حيادية. أنا ما بعرض حاجة، أنا النهاردة لما أعرض لك مشكلة وأجيب تقصير من محافظ من ذات المحافظين وأعرضه لك على الشاشة، وأجيب المحافظ ويقف قدامك وما يعرفش يرد، هو أنت واخد تصريح من مين عشان تعمل كده في المحافظ؟ من رئيس الجمهورية. هو اللي مديك الصلاحية دي انك انت تنزل شغلتك كاعلام اقليمي، انقل لي المشاكل اللي عندك في المجتمع بتاعك، وصلها لي، وصلها للمسؤول، عرف يحلها خير وبركه، ما عرفش يحلها وصلها للاعلى منه، ما عرفش يحلها وصلها للاعلى منه، ما عرفش يحلها، حظك ممكن يبقى الرئيس قاعد بيقلب في التلفزيون كده ويلاقي طب السوشيال ميديا ما بتلعبش نفس الدور ده برضو؟ يعني دور ان احنا الاعلام دلوقتي بيسلط الضوء على المشاكل، السوشيال ميديا بقت اسرع. يعني دلوقتي مثلا بتشوف ان في حاجات كتير قوي بتوصل فوق وبتوصل للوزراء وتوصل لكل المسؤولين من خلال السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا بقى وصولها اسرع دلوقتي من الاعلام. للاسف انت بتلاقي الحاجه اللي تفرقع او تعمل ترند هي دي اللي شغاله. بمعنى شفت الواقعه بتاعت البنت بتاعت الشيبسي، وشفت الواقعه بتاعت اللي انا حكيتها لك بتاعت التريلا بتاعت البنزين. تمام. الحظوظ في الوقت ده ان انا ما فيش كاميرا تلفزيون. يعني انت شوف، عشان انا اجي لك احنا قعدنا يمكن تلت ساعه بنظبط في اللوكيشن وبنظبط في المكان عشان لازم تطلع بصوره معينه. صحيح. لكن انت في السوشيال ميديا انت بتطلع اي حاجه. انت مش ملزم بحاجه معينه. لكن انا على الشاشه انا ملزم بحاجات معينه، ما ينفعش ان انا اتغاضى عنها. كمثال، احنا قاعدين دلوقتي انا وانت، ما ينفعش انا اعمل اعلان لاي شركه من الشركات وانا قاعد. ما ينفعش الكاميرا بتاعتك تلطش ورايا، تمام، تجيب ورايا اعلان لشركه من الشركات وننزلها ونقول اصل ده بودكاست وما حدش هياخد باله. لا. تمام. مش هينزل لك، مش هينزلوه، يقول لك انت عامل اعلان وقابض منه. تمام. فبالتالي انت بقيت محجم في حته محدده اللي هي الانتقال، ان انا اتنقل لمكان الحدث. السوشيال ميديا بقى هي اللي بتوفر الحته دي، ان انا مش محتاج اتنقل، انا واقف بالموبايل بتاعي في ثانيه بقوم مطلع الموبايل من جيبي، دايس ريكورد، بيقوم مسجل الواقعه، واجيب كده واجيب كده واخد كلمتين من ده، لو هاخد كلمتين من ده او كلمتين من ده خلاص انا سجلت الحدث. صحيح. طب ده يعني بتشوفه ايجابي ولا سلبي؟ لانه مثلا يعني والله هو سلاح ذو حدين. ما هو انا بس عايز اقول لحضرتك الاول برضو نقطه، انا يعني الاعلام زي ما حضرتك قلت، الضيف بيجي لحد عندي، انت جايب ضيف معين بوجهه نظر معينه. انما السوشيال ميديا لو هو مثلا، يعني مثلا انا هدي مثال، الجمعيه العموميه الاخيره للنادي الاسماعيلي مثلا،
شفنا ناس كتيرة قوي واقفة قدام الاستاد ساعة الجمعية العمومية، كل واحد فاتح لايف، بيصور مع كذا حد، اسماء كبيرة واسماء محدش عارفها. ده مش حضرتك مثلا ممكن تقول ان هو نوع من انواع ان انا بقول كذا رأي بكذا وجهة نظر، بننقل اراء ناس كتيرة كذا، ولا هو مثلا لازم هو قناة اعلامية اللي تصور، لازم قناة رسمية هي اللي تصور عشان خاطر ان انا يعني انقل وجهات النظر الناس دي؟ هي الفكرة هنا ان انا مين مصدر المعلومة. تمام، انت اجتماع جمعية عمومية، كل اسماعيلية مستنياها ومستنية المردود بتاعها. تمام، وكل البلد فيها حالة غضب وفيها حالة عارف انت ضيق من المجلس اللي موجود ومن نتائج المباريات المختلفة بتاعت الفريق. فبالتالي زي ما بنقول كده بالبلدي كده، انت بتزيط في الزيطة. ماشي. بمعنى انت استغلت تجمع الناس ووجود الناس ورحت مطلع لي الموبايل بتاعك وعمال تصور وبث مباشر. طب هو سيادتك مين عشان بث مباشر؟ صحيح. هو بث مباشر ده كده اي حد يطلع يتكلم يقول اي حاجه في اي حاجه وبث مباشر وخلاص. ماشي، هي دي مشكلتنا بقى، خاصة ان احنا بنشوف في الوسائل الجديدة والوسيله الحديثه ان احنا لا نجيد استخدام هذه الوسائل. يعني فعلا مع كلام حضرتك سليم في مساله. انت على الهوا جنبك واحد بيشتمك وسيادتك انا قاعد على النت وبفتح جنبي مامتي جنبي بابايا جنبي معرفش مين وسامع الكلام اللي بيتقال، سامع الشتيمه اللي طلعت، وشتيمه ما ينفعش تطلع في سيادتك بتزعلي بس مباشر. تمام، انت حتى ما امنتش المكان اللي انت واقف تصور فيه ان ما يبقاش فيه حاجه خارجه، وانت بتذيع هوا، ما امنتش الناس اللي حواليك، لا انت بتسجل مع اي حد في اي حته، انت مش عارف حتى انت بتسجل مع مين. تمام، يعني في بعض الاحيان حتى اللي بيسجل بتلاقي واحد بيجيب جايب لقاء مع واحد هو ما يعرفوش ولا عمره شافه. تمام، وبيتكلم معاه ايه الانتخابات والجمعيه واي كلام في اي حته. حتى اللي بيسجل مثلا هو احنا مش عارفين مين، يعني بنشوف مثلا اسامي كتير يقول لك الصحفي فلان الفلاني. الاعلام او الاعلامي بقى مهنه من لا مهنه له. صحيح. كل واحد اشترى موبايل في كاميرا بقى اعلامي. يمكن ده بيرجعنا تاني لدور مهم جدا لازم نقابه الاعلاميين تقوم بيه. تمام، لازم وزاره الاعلام او الهيئه الوطنيه للاعلام اللي بتمنى ان هي ترجع تاني، وهو ده الصح لو احنا بنتكلم كدولة ليها جهاز اعلامي محترم. لازم نرجع تاني وزارة اعلام. ليه وزارة اعلام؟ عشان ليها ميثاق شرف اعلامي، ليها قواعد واسس واساسيات اتدرب عليها الاعلاميين طول تاريخهم، عارفين ايه اللي بيتقال وايه اللي ما بيتقالش ويتقال امتى ويتقال لمين. تمام، عمرك شفت ضيف قام ضرب ضيف تاني على الهوا في اي قناه من قنوات التلفزيون المصري؟ لا، عمرك شفتها؟ في قنوات بره مصر بتاعت مش بره مصر، في القنوات الجديده بتاعتنا وفي القنوات الجديده. تمام، عمرك شفت شتيمه والكلام اللي بيتقال والحاجات اللي بتتعمل دي في اي وسيله اعلام داخل مسبيرو؟ عمرها حصلت؟ لا طبعا، ولا عمرها هتحصل. ليه؟ عشان الناس دي مدربه، الناس دي على اعلى مستوى. تمام، الناس دي اشتغلت في بدايتها في القنوات المحليه، في القنوات الخاصه دي، وهي اللي وقفت القنوات الخاصه دي على ايديها. تمام، وقفت فعلا، بقت واقفه على رجليها وبقت ليها ثقل في الشارع، في بين المواطنين، ثقل في الدوله، ثقل ليها صوت في كل مكان. بمين؟ بالاعلاميه. هي جابت اعلاميين منين؟ ما هي خدتهم من مسبيرو باغراءات ماديه. تمام، نقول حاجات تانية، في حاجات كتيرة جدا في السنين اللي فاتت في فترة الثورة اتاخدت من مكتبة مسبيرو واتنقلت لقنوات تانية. تمام، وكانت بتطلع في شرايط وكانت بتطلع في حاجات، وياما سمعنا حوادث. ده سرقة ولا؟ من المكتبة بتاعت مسبيرو. الفترة دي فترة ايه بالظبط؟ في الفترة ما بعد الثورة. بعد كله 2011. هي كل ده 2011 وممكن ما قبلها كمان. خدت بالك؟ صح. ليه؟ لأن انت جيت في وقت بقى عندك ناس موجودة على رأس المنظومة الإعلامية الحكومية، وفي نفس الوقت هي من تحت الترابيزة على رأس منظومة الإعلام في القطاع الخاص. هنا وهنا بياخد بيزنس من هنا وبياخد بيزنس من هنا ومش معروف طبعا ومش مرصود. فبالتالي بيسمح ببعض التجاوزات اللي ما حدش حاسس بيها. تمام، تكون النتيجة انك انت يعني مثلا عندنا افلام قديمة، عندنا حاجات قديمة بتاعت مسبيرو بتاعتك انت ملكك، طلعت بره ازاي؟ القنوات دي خدتها ازاي؟ في قنوات دلوقتي تانية ليها مسميات كتير على الدش، خش شوفها، بتعرض افلام وبتعرض حاجات، جبتها منين؟ صحيح.
في قنوات كده مجهوله تمام؟ الاسم يعني ولا بتعرفش غير مين لما صاحبها تيجي بقى ولا. تلاقي عندنا الاجهزه الرقابيه داخل وزاره الاعلام بتجيبها، او داخل الهيئه الوطنيه للاعلام تخش تجيبها. تمام، تعالى ده بتاعنا، تعالى الحاجه دي بتاعتنا. تمام، ويبدا يطالب بقى بالحقوق التلفزيون او حقوق وزاره الاعلام فيها. خدت بالك؟ النهارده انت لما بتيجي تتكلم وتقول لي كل واحد ماسك موبايل هيذيع ويقول اللي هو عايزه، طب ما انت في وسط الكلام ده كله على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى بتلاقي معلومات بتدسلك وانت مش واخد بالك، وانت عمال تاخدها من هنا وتوديها هنا وتاخدها من هنا وتوديها هنا وتشير هنا وتشير هنا، وتلاقي الناس بيشيروها تاخدها انت كمان تشيرها. ما هي دي المعضله يا دكتور، ان في ناس بتتكلم في ان هي دي ممكن تكون الكارثة. معلومات موجهه، ان هي هي دي الكارثه. مضلله. ليه هي دي الكارثه؟ والمضلله دي نحط تحتها 50 خط. تمام، كمثال مثلا انا قلت الكلام ده للطلبه عندي في كليه سياسه واقتصاد في جامعه السويس. تمام، وهذا المثال كان واقع عملي كان في وقتها. اشاعه طلعت في كل، بلاش اشاعه، خبر طلع في كل وسائل الاعلام اللي هي اللي انت بتقول عليها. تمام، وعلى الفيس وعلى غيره وغيره 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 وفيديوهات وبتاع وكلام من ده. مصر عملت ايه؟ مصر خدت سفينه اسلحه داخله جايه لاسرائيل، وقفوها في ميناء اسكندريه. تمام، ورفعوا عليها علم مصر عشان تعدي قناه السويس تروح تدي اسلحه لاسرائيل تضرب فتح وحماس. صحيح، خبر فعلا انتشر فتره. طب تعالى نتكلم، وانا كنت بتكلم طلابي كانوا في كليه سياسه. تمام، سياسيا هل يجوز نفترض ان هذا الكلام صح؟ هل يجوز ان احنا ننشره؟ هفترض معاك يا سيدي ان الكلام ده صح. طب مين اللي نشره؟ طب بلاش كل ده، طب سيادتك شفت المعلومه فين؟ طب بلاش كل ده. طب سيادتك طلعت كده شفت بعينك زي ما احنا شايفين الكوبايه دي كده قدامنا، شفت بعينك السفينه كانت اسرائيليه دخلت نزلوا علم اسرائيل وراحوا مطلعين عليها علم مصر عشان تعدي المجرى الملحي بقناه السويس؟ انت شفتها بعينك؟ لا. لما اتاكد من صحتها. هي الفكره ان السوشيال ميديا يا دكتور بتدي المساحه للناس ان هي تتكلم، يعني هو برضو الناس بتحب السوشيال ميديا اكتر من التلفزيون. يعني هحبها اكتر من بلدي يا محمد؟ لا انا مش بتكلم في المساله بتاعه الموضوع بتاع السفينه، انا بتكلم في العموم ان هي الناس بتحب السوشيال ميديا اكتر، لان انا اي حدث بيحصل انا بخش اعلق عليه واقول رايي، صح غلط فاهم مش فاهم مش دي النقطه. طب بس انا هقول لك واقع. تمام، والواقعه دي كلنا عشناها هنا في اسماعيليه بس انتوا كنتوا صغيرين شويه. تمام، سنه 2011 كان يوم سبت، كنت في الاستوديو على الهوا وعندي البرنامج بتاعي الصبح مدته ساعتين. تمام، خلصت بالظبط الساعة 12:30، بيبدأ من 10:30 ل 12:30. تمام، في آخر 5 دقايق في البرنامج سمعت صوت هزة جامدة وصوت انفجار. خلصت الهوا بتاعي بسرعة وطلعت جري على رئيس القناة أسأله فيه إيه. أنا في الاستوديو طبعا أنت معزول عن الدنيا كلها، ما تعرفش إيه ومعاك الضيف بتاعك وأنت شغال هوا. تمام، فأنت مش عارف إيه اللي حصل. تمام، طلعت جري بسأله، كان ساعتها الدكتور رأفت عبد النعيم، فبقول له في ايه يا دكتور، ايه اللي حصل، ايه الانفجار ده؟ قال لي محدش عارف، بس هو غالبا في اشاعات بتقول ان في انفجار في مبنى المخابرات الحربيه عندنا في اسماعيليه. كلنا طبعا عارفين مكانه، الناحيه الثانيه من الترعه. تمام، على طريق ام كلثوم، شارع ام كلثوم، جنب البرج بتاع هيئه قناه السويس. تمام، قلت له طب في كاميرا؟ احنا عادة بتطلع من عندنا كاميرات الصبح، راح اسماعيلية، راح السويس، راح بورسعيد، راح سينا شمال وجنوب، او راح الشرقية، او مبيتة في سينا شمال وجنوب. فالكاميرات اللي جوه التلفزيون كلها طلعت. تمام، طب في مصور؟ قال لي هنجيب لك كاميرا هنزل لك كاميرا من فوق. تمام، وهبعت اجيب لك مصور دلوقتي حالا من الاستراحة. كان ساعتها الانفجار اللي حصل في المخابرات اللي هو في مبنى المخابرات هشام عشماوي تقريبا لما كان. تمام. المهم الكلام ده بعد 2014 تقريبا صح؟ لا ده كان 2011 اعتقد بعد 30/6 لان كان مرتبط اسم هشام عشماوي تقريبا. لا موجود بالتاريخ بتاعه بالظبط، بتاريخ الاذاعه على اليوتيوب. لو كتبت عمرو فوزي ومبنى المخابرات الحربيه في اسماعيليه هتلاقي الفيديو، او كتبت عمرو فوزي واللواء احمد القصاص. تمام، كان هو لسه محافظ اسماعيليه ماسك بقاله 2-3 تقريبا. تمام، المهم رئيس القناه مشكورا قدر فعلا في ثواني، المصور جه سمع الانفجار، هو كمان راح لابس وجايب بعضه وجاي، هو بيقول لي هجيب لك مصور، بيكلمه قال له ده انا جاي في السكه. تمام، طلعنا بعربيه رئيس القناه، مفيش عربيات، العربيات كلها بره، وانا طلعت معاهم. تمام، قال لي ده كاميرا الاخبار انا بعتها على هناك، بس الامن حجزها ما دخلوهاش، فانت الضباط كلهم عارفينك هتعرف تخش.
ففعلا خدت بعضي ونزلت عند كوبري سالة. تمام، لقيت اول كمين معمول، والظباط بتوع المرور هم اللي عاملينه ده كده تبع الداخليه. تمام، كلهم اصحابي وعارفيني. اتفضل يا دكتور، عارفين ان انا تلفزيون الحكومه. تمام، اتفضل يا دكتور. فدخلت الكمين اللي بعده برضه ظباط تبع مديريه امن اسماعيليه. تمام، زيعه وبتقول استيلاء عناصر ارهابيه على مبنى المخابرات الحربيه في محافظه الاسماعيليه، ووجود العديد من المتفجرات داخل المبنى. تمام، وهم سيطروا تماما. فحضرتك كان لازم تخش عشان تنفي الخبر. المخابرات بتوعنا تمام سيطروا على المبنى كله بتوع الارهابيين، وموجودين على اسطح المبنى. كان لازم تخش عشان تنفي الخبر، فكان اجباري لازم تخش. تمام، فالمدير قال لي اديني الست اللواء اللي جنبك. اديت له الست اللواء، قال له خليه يخش. دخلت كمين اللي بعده. كل ده فين؟ من عند كوبري سالة لغايه الحته اللي فيها الكنيسه اللي موجوده. ده الكمين الثاني. الكمين الاولاني على كوبري سالة، الكمين الثاني عند الحته اللي فيها الكنيسه، الكمين الثالث قبل الانفجار مباشره، قبل العماره بتاعه الهيئه على طول. تمام، ده كمين ايه؟ قوات مسلحه. والقوات المسلحه مش هتعديك. تمام، طالما كاميرا التلفزيون لازم الاول يشوفوا الدنيا ويامنوا الدنيا عشان يبدا يعديك او ما يعديكش. انا بقى عندي هدف اعلى من اللي هو بيتكلم فيه، ان انا انشر الحقيقه للناس ان احنا كبلد مصر مسيطره واحنا مسيطرين. تمام، فعايز اخش باي وسيله. نزلت فعلا، لقيت عربيه التلفزيون الثانيه بتاعتنا راكنه على جنب بزمايلي موجودين فيها. تمام، ببص لقيت سيادة اللواء احمد قائد الجيش الثاني. تمام، بيركب عربيته وهيمشي. وعربيه سياده المحافظ وراه، وانا واقف على الحاجز، فهو هيعدي من قدامي. الحاجز هيتفتح له وهيعدي من قدامي. رحت واقف قدام العربيه. طبعا كلنا عارفين ما ينفعش حد ايا من كان مسماه يقف قدام عربيه قائد الجيش، وفي موقف قلق زي ده ما ينفعش، انتحار كده. تمام، لكن انا عشان سياده اللواء احمد عارفني، رحت موقف العربيه ورحت رايح له. تمام، اترفع عليا سلاح، ما خفتش. تمام، عايز تنقذ الموقف، عايز الحق. ما انا هو اللي هيدخلني، ما حدش هيدخلني غيره. خلاص لو مشي خلاص كده، خلاص لو هو مشي هقف زي جنب زميلي وخلاص، مش هنخش، خلصت. والجزيره بقى تذيع اللي هي عايزاه، وكل الدنيا تذيع اللي هي عايزاه. دخلت على المحافظ وهو بيركب العربيه. تمام، قلت له معالي الوزير بعد اذن سيادتك عايز اسجل مع سيادتك. الموقف طبعا صعب جدا. يعني ايه صعب جدا؟ انا عندي حادثه، هطلع اقول ايه؟ ما خلينا منطقيين. بس انا محتاج معايا مسؤول هو اللي يتكلم عشان اكذب الجزيره واكذب الكلام اللي هي بتقوله. تمام، المهم سيادة المحافظ ربنا يشفيه يا رب من عنده، سيادة الوزير احمد القصاص محافظ اسماعيليه في هذا التوقيت، قال لي ماشي هسجل معاك. عايز تقول ايه؟ قلت له عايز اقول الحقيقه. سيادتك مش قائد الجيش مشي؟ سيادة اللواء احمد مشي؟ قال لي اه. قلت له يعني الدنيا امان دلوقتي؟ قال لي اه. قلت له يعني مفيش عبوات متفجره تانية ومفيش ارهابيين مسيطرين على المبنى؟ قال لي ما انت واقف معانا اهو مفيش حد. قلت له طب انا عايز اقول كده، عايز اقول الحقيقه. قال لي خلاص ماشي سجل. رحت سجلت معاه. اللقاء ده موجود على فكره، لم يمنتج، اتذاع زي ما انا بحكيه لكم كده بالكامل. تمام، سجلت مع سيادة المحافظ وقال الحقيقه اتصاب كذا، ودي عبوه مش داخل مبنى المخابرات ولا حاجه، خارج المبنى، دي عربيه واحد حط بين العربيات اللي راكنه، حط شنطه. تمام، وطبعا ما حدش شاف عماره الهيئه، بعيد عن مبنى المخابرات خالص. هي في شارع فاصل ما بينهم هما الاثنين، لكن ما لهاش علاقه بمبنى المخابرات خالص. ده هو حطها في العماره بتاعه الهيئه، واللي اتاذى تماما العماره بتاعه الهيئه. تمام، مبنى المخابرات ما حصلش فيه حاجه، وما دخلوش ارهابيين، وما سيطرش عليه ارهابيين، ودخلت صورت جوه هنا ودخلت صورت جوه هنا. ده التلفزيون الحكومي. تمام، اي قناه خاصه مش هتنزل تعمل لك كده، هو مش فارق معاه، هو هيصور من بره وينقل الحدث زي ما هو وخلاص عشان المشاهدات وتقدر تقلب وشكرا. وده اللي الناس واقفه كلها بتعمله. صحيح. كل الناس واقفه بتصور بالموبايلات، بيصور بيقول ايه؟ هو انت سامع حاجه؟ يعني انت بينك وبين المحافظ او بينك وبين قائد الجيش او بينك وبين مدير الامن او بينك وبين اي مسؤول ترعى مسافه كبيره. انت بتقول ايه؟ انت بتنقل ايه للناس؟ صح. وانت بتنقل لقناه معاديه لبلدك. صح. تمام، في هذا التوقيت كانت قناه معاديه لبلدك، وبتقول انفجار في مبنى المخابرات الحربيه والارهابيين مسيطرين تماما على مبنى المخابرات الحربيه التابع للجيش الثاني في محافظه الاسماعيليه. لا طبعا هو خبر صادم، خدت بالك؟ كارثه الفرقعه برضو. تمام، وده الهدف من سجلت مع سيادة المحافظ
كان ساعتها جه بقى السيد مدير امن اسماعيليه سياده اللواء محمد عناني مساعد وزير الداخليه ومدير امن الاسماعيليه، سجلت معاه هو كمان. تمام. كان موجود سياده اللواء محمود محافظ الوادي الجديد في هذا التوقيت. تمام. وهو اساسا من اسماعيليه وكان في الجيش الثاني هنا في اسماعيليه. تمام. وقال لي انا اسجل معاك. قلت له يا ريت يا معالي الوزير، ما فيهاش مشكله لحضرتك ان حضرتك محافظ الوادي الجديد وتسجل معايا دلوقتي في اسماعيليه. قال لي لا انا في اجازه رسمي، بس انا سمعت الانفجار بتاع مبنى المخابرات فجيت جري على طول عشان اشوفه. هو احد رجال الجيش الثاني الميداني سياده اللواء محمود خليفه محافظ الوادي الجديد في هذا التوقيت. جدا جدا، لانك انقذت موقف طبعا كانت كارثه لما يتذاع ان مبنى مخابرات تم السيطره سمعه الجيش المصري كله، بلد بحالها. صحيح. تمام. صحيح. في ايه؟ في ثواني، مجرد انك انت طلعت من التلفزيون بالكاميرا ورحت وسجلت. تمام. اذا اللقاء ده لو احنا هنقيمه بفلوس ما ينفعش اقيمه بفلوس. جميل. وما ينفعش قناه خاصه تعمله لك، ولو عملته مش هتديهولك. طبعا. تمام. ليه؟ عشان مش هيحقق لها الربح اللي هي عايزاه. ممكن تبيعهولك، يبقى هو هنا بيركز على الماده والاعلام بس. صحيح. لكن تديهولك كده لهدف انك انت تفيد البلد وتخدم البلد، حتى مثلا لا ما اعتقدش. يعني في رمضان مثلا لما بنشوف ان المسلسلات اللي بتتذاع الناس بقت بتركز ان هي عايزه تركز على منصات على السوشيال ميديا هي اللي تجيب، لان في التلفزيون بيبقى في اعلان نص ساعه ويجيب لك 5 دقائق، فاصبح انه مساله الدعايه والاعلان في التلفزيون هي شغله كل حاجه بالنسبه له، هي اهم اهتماماته مش الخطاب بتاع الجمهور. يمكن من خلال الحوار بتاعنا انا رصدت لك كام واقعه حقيقيه حصلت مصوره بالصوت والصوره في تاريخها، في يومها، في لحظتها. تمام. ما اعتقدش ان اي قناه من القنوات الخاصه او اي واحد من اللي كان بيصور، اللي واقفين على الترعه من الناحيه الثانيه بيصوروا، او اللي واقف في النادي الاسماعيلي وعمال بيصور الاحداث بتاعه الجمعيه العموميه، او اي حد عايز يصور حاجه تفرقع، صحيح، هيهتم ان هو يصور اي حدث من الاحداث اللي انا قلتها لكم دي كلها. مستحيل. ليه؟ عشانها لا تحقق ربح، بل بالعكس هي قيمتها عاليه جدا. لكن قيمتها عاليه جدا لمين؟ للدوله، للكيان بتاعك، للامن والامان بتاعك. انت مش عارف تحمي بلدك، انت مش عارف تحمي، وانت عندك الجيش الثاني الميداني في اسماعيليه مش عارف تحمي مبنى المخابرات الحربيه بتاعك، دخلوا الارهابيين ضربوه خدوه منك. واخد بالك انت من التركات اللي بين السطور؟ خلاص. تمام. والتركات اللي اتعملت. تمام. المفروض ان انا كوسيله اعلام خاصه اول ما الاقي التلفزيون المصري نزل اللقاءات بتاعتي، انا اللقاءات بتاعتي اتاخدت كلها زي ما هي، اتبثت كلها على القناه الاولى مباشره، ما نقلهاش. يعني احنا زعناها على الهوا وهو نقل مني على الهوا، ربط معايا، ضم القناتين على بعض وزع من عندي من على الشريط بتاعي، وان شوت. تمام. حقيقه قدامك اهي، والناس واقفه بتصور. تمام. وانا قلت كده على الهوا، قلت الناس اللي بتصور ومطلعه الكلام ده كله على قناه الجزيره وبيقولوا مش عارفين ان الجزيره بتقول ان المبنى مسيطر عليه الارهابيين. تمام. النهارده الحقيقه اهي انا بقولها، هو الناس، انتوا عارفين الناس دي بتقول ايه على الكلام على اللي انتوا مصورينه؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه بقى. سيادتك عملت ماتيريال وبعته القناه من القنوات، انت عارف هي هتعمل بيه ايه؟ لا طبعا. انت عارف انت تبعته خلاص وهو بيقسموا ويفنطوا زي ما هو عارف يوجه. دكتور عمر معايا اخر سؤال، وده سؤال مهم جدا، يعني انا شايف ان لازم الاجابه عليه بصراحه نسمعها من حضرتك بصفتك بقى اعلامي كبير طبعا. الاعلام كمان 10 سنين او التلفزيون بشكل خاص كمان 10 سنين شكله هيبقى عامل ازاي؟ شوف، هي الدنيا كلها بتتطور. لو التلفزيون ما اتطورش، يعني معلش هات حضرتك، هل ممكن التلفزيون يبقى مصيره نفس مصير الراديو؟ طبعا ممكن. ليه؟ لان انت الاسهل هو اللي هيكسب. انا دلوقتي الموبايل في ايدي، في ثانيه بدوس على حاجه بجيبها، في ثانيه بدوس على حاجه بجيبها. بس في حاجه تانية سيادتك مش واخد بالك منها. المقابل بتاع الحاجه اللي انت بتعملها دي بدا يغلى، وبدا تكلفته تبقى عاليه. بمعنى طول ما انت قاعد بتشغل فيديوهات لو الكواليتي بتاعها عالي، تمام، وهتتفرج على برامج وهتتفرج على حاجات من دي، هتقع. صحيح. لكن انا في التلفزيون ما بقعش زي ما هقع في الباقه بتاعتي وهقع في النت بتاعي. هي فاتوره الكهرباء فقط لا غير وخلاص كده. تمام. لكن الباقه بتاعتي هتخلص، هشحن تاني، عشان هضطر اشحن تاني، هفضل اضيع فلوسي على ان انا اقعد اتفرج على الاخبار واتفرج على البتاع. برضه هيبقى لها ايه يعني في توازن شويه. لازم الدنيا
انت المفروض الحاجه عايزها تنتشر بترخصها، مم. تقلل تكلفتها مم. عشان تنتشر. مم. تمام. لما تنتشر، وهو ده اللي حصل في بدايه استخدام الموبايلات، تمام، انت بتبدا ترخصها عشان الناس الموبايل يبقى كل واحد في ايده خط. فجاه شركات الموبايلات قالت لك الخطوط ببلاش، مصر كلها نزلت اشترت خطوط، مم. صح؟ صحيح. اما مصر كلها نزلت اشترت خطوط، راحوا مغليين الباقات، وهنعمل لك خدمه وهنعمل لك مميزات وهنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك، وفي الاخر عملوا ايه؟ ولا حاجه. تمام. النهارده سيادتك هو متحكم فيك، بيديك باقه، ما تقدرش تشتكي وتقول له انت خلصت الباقه في ايه. خلاص قول زي ما انت عايز تقول بقى، هي خلصت. الباقه خلصت، ادفع بقى وكده. ادفع واشتكي. اشتكي بقى. خدت بالك؟ وتتصل بخدمه العملاء، ما حدش يعبرك. تمام. صحيح. صح ولا انا بتكلم غلط؟ صح والله. دي حقيقه في كل شبكات المحمول. ما تمام. حاجه مقرفه جدا. فبالتالي انت هتشتغل عن طريق ايه؟ السوشيال ميديا بتاعتك دي كلها هتشتغل عن طريق ايه؟ عن طريق الشبكات دي. هل الشبكات دي هتساعدك انك انت تتواصل وتكمل اللي انت بدأته؟ هو ده السؤال. هل اليوتيوب هيفضل فاتح لك الدنيا كده مجانا، ترفع فيديوهات زي ما انت عايز وتعمل اللي انت عايزه زي ما انت عايز وتبث بس مباشر زي ما انت عايز مجانا؟ الله اعلم. فانت عندك تحديات بتواجهك سوشيال ميديا. تمام. التكلفه بتاعتها عاليه، اما نقعد نحسبها التكلفه بتاعتها هتلاقيها عاليه. تمام. بالاضافه لانك انت العناصر اللي انت بتستخدمها برضو عاليه. تمام. من ضمنها باقه الموبايل، من ضمنها الكاميرا بتاعت الموبايل، من ضمنها الشواحن اللي انت بتستخدمها، من ضمنها استهلاكك للموبايل نفسه. كل ده بفلوس. دكتور عمرو، عندنا الاعلام الحكومي، الاعلام الخاص، السوشيال ميديا. عايزين حضرتك توصف لنا او توصف لنا كل واحد فيهم بجمله. الاعلام الحكومي الحصان الرابح. السوشيال ميديا ثورة العصر. القنوات الخاصة راحت عليك. راحت بسبب انك انت فقدت مصداقيتك، لانك انت بتكرر الوجوه اللي موجودة عندك. هي نفس الوجوه اللي موجودة عندك، بنفس الفكر، بنفس التوجهات، مع التلون. يعني انا النهاردة لابس بدلة خضراء، بكرة لابس بدلة زرقاء، بعده لابس بدلة سوداء. تمام. لكن هو نفس الشخص. بس بيتلون على حسب الموقف وعلى حسب الظروف اللي هو فيها، على مصالحه. صحيح. ومصالح القناة اللي هو شغال فيها. احنا عندنا في الإعلام الحكومي مفيش الكلام ده. عندنا في الإعلام الحكومي انت متوجه لخدمة الدولة والمواطن. صحيح. وفي الأول وفي الآخر المصلحة العامة للوطن. صحيح. تمام. الوطن ككل، ككيان، لا بتفرق لا بين مسلم ولا بين مسيحي ولا بين غني ولا بين فقير، ولا انت موجه لخدمة المواطن ايا كان مكان هذا المواطن، اجتماعية او ديانته او بالظبط كده. وعندنا قنوات تلفزيون تابعة للدولة بتغطي كل شبر في مصر. الحمد لله تقدر توصل صوتك لكل مكان داخل مصر، وتقدر تنقل صوت الناس دي للمسؤول وهو قاعد في مكتبه. تمام. بس مين بقى اللي يعمل كده؟ فين الصلاحيات بقى وفين الامكانيات؟ تمام. لازم يرجع دور مسبيرو تاني لدوره الاساسي اللي انشئ من اجله، وهو التنمية في المقام الاول، زيادة الوعي، زيادة الثقافة. تمام. خدمة المواطن، خدت بالك، اظهار الدور الايجابي للمواطن في خدمة الدولة والعكس. تمام. الخدمات اللي بتقوم بيها الدولة للمواطن، لازم كل ده مين اللي هيطلعه؟ تلفزيون الدولة. بدليل ان احنا شايفين النهارده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات في كل مكان في مصر. قول لي كده قناة كذا خاصة بتهتم بان هي تعرض التطوير اللي حصل في شبكات الطرق اللي موجودة في مصر كلها. لا، كله ياخد الجانب السلبي ويعرض لك الجانب السلبي، لكن يعرض لك الجانب الايجابي بتاع حاجة زي كده لا. انت النهاردة مصر مصنفة على مستوى العالم كله، بتقيم تقدم اي دولة بشبكة النقل والمواصلات اللي موجودة جواها، بالمواني والمطارات والحاجات اللي موجودة جواها. تمام. بامكانيات الدولة الاقتصادية والقومية اللي موجودة داخل الدولة، بالبنية الاساسية والبنية التحتية اللي موجودة داخل الدولة دي. تمام. النهاردة احنا عندنا في مصر ما شاء الله ما شاء الله، انا شفت بعيني، ما حدش حكالي. تمام. انا عندي هنا في اسماعيلية كفاية بس ان انا اقول لك الانفاق.
كفايه ان انا اقول لك عندي اسماعيليه الجديده، كفايه ان انا اقول لك عندي وادي التكنولوجيا، عندي وعندي وعندي وعندي، واقعد ارص لك اقول لك عندي حاجات اتعملت في اسماعيليه ملهاش اول ولا اخر. تمام، في اسماعيليه بس، مش هقول لك على مصر كلها. كل الكلام ده كله المفروض ان انا لو انا قنوات بعمل لصالح المواطن بدون مقابل، تمام، انا بعرض الكلام ده وببينه للناس واحس الناس ان هي تحافظ عليه. تمام، لان ما زال في عندي بعض السلوكيات السلبيه من بعض المواطنين، تمام، يشوف الحاجه السليمه ويكسرها. بدليل انزل بص على كورنيش اسماعيليه، حاجه البلد عملتها لكم، الدوله عملتها لكم، حاجه جميله وحاجه شيك وحاجه فخمه وشكلها في منتهى الجمال. تمام، تكسر كرسي ليه؟ تكسر ترابيزه ليه؟ تمام، ما تسيب الكرسي موجود زي ما هو شكله شيك، تقطع زرع ليه؟ تبوظ شكل الكورنيش ليه؟ حاجه جميله اتصرف عليها ملايين معموله لك، مش بتاعك لوحدك برضه، مش بتاعتك لوحدك. تمام، كل التوعيات دي كلها اللي بيقوم بيها التلفزيون الحكومي. ليه؟ لان هي خدميه بدون مقابل. صح. تمام، ما ينفعش النهارده ان انا اقارن التلفزيون الخدمي الحكومي اللي خدمي من الدرجه الاولى اقارنه بالقنوات الخاصه، او اقارنه بالسوشيال ميديا. مقارنه ظالمه بنسبه 100%. صحيح. ليه؟ لان الجهتين دول مش خدميين. صحيح. تلفزيون الحكومه خدمي، وهي دي خلاصه القول. دكتور عمرو، انا بشكر حضرتك جدا، يعني حلقه قويه جدا وحوار جميل جدا مع حضرتك، واحد مش عايز يخلص بصراحه. سعدت واتشرفت بيك يا دكتور، وسعدت واتشرفت بيكم كلكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم دايما كده، وتبقوا ما شاء الله واجهه مشرفه للاعلام المصري ان شاء الله في فتره قريبه سريعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. عزيزي المشاهد، مش كل حقيقه تسمعها بالضروره تكون هي الحقيقه، ممكن تكون اللي بيمول الحقيقه دي هو اللي عايز يوصلها لك بالشكل ده. شكرا جزيلا، واتمنى اكون بسطتها.